مساء الخير عليكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست التمانيناتي. معاكم محمد شاهين، والنهاردة هنكمل كلامنا عنك يا مدير. السيناريو التالت زي ما قلنا، لما تبقى مدير على تيم فريش، ناس أول مرة تشتغل في شركتك وممكن يكونوا أول مرة يشتغلوا أصلا. في الغالب طبعا أنت هتكون مدير في نفس مكانك أو القسم اللي أنت كنت فيه قبل كده، لأنهم لو هيدولك تيم جديد علشان تديره، صعب يجيبوك في مكان جديد مع تيم جديد، لأن أنت أكيد مش هتقعد تتعلم معاهم، ولا إيه؟ ساعتها بقى هتعمل إيه يا وزير؟ قصدي يا مدير. بُص يا سيدي الفاضل، كل business أكيد له متطلباته اللي بيطلبها شباب الHR لمّا بيعملوا إعلان عن طلب تعيين موظفين جدد في أي مكان وفي أي مجال. المتطلبات دي طبعًا بيكون من أهمها مجال الدراسة، اللغة، الخبرة ساعات في بعض الأماكن. كل ده زي ما اتفقنا متوقف على مكان العمل نفسه والوظيفة المطلوبة عبارة عن إيه. أول حاجة هانصحك بيها ومن أهم الحاجات عن تجربة، إنك تكون ناشف حبتين، بس طري ولذيذ من جوّه. ناشف في الحاجات اللي ما فيهاش جدال ولا ميوعة، وطري ولذيذ في الحاجات اللي ممكن تاخد وتدّي فيها مع ولادك. ناشف في الحاجات اللي الشخص اللي جاي لك بيها مش موجودة عنده وهي مطلوبة. يعني واحد مطلوب منه لغة في المكان دوّة، وتتكلم معاه كلمتين إنجليزي تلاقيه ما فيش. باشا لِف وارجع تاني. لمّا يكون مطلوب في مجال الدراسة، أنا هاشتغل مع محاسبين، فأنا طالب خريجين تجارة. لو جالي خريج طِب، مع احترامي يعني للاتنين، هتقول له لِف وارجع تاني. فاهم الفكرة؟ كونك مدير وعايز تعمل people management مش معناها إنك تيجي على حساب الbusiness والعكس، اتفقنا على كده. يعني مش عشان رغبتك في عدم خسارة إنسان لشغله، إنك تتغاضى عن أخطاء لا يمكن التغاضي عنها. زي ما قُلنا إن هو يكون جاي مش في نفس مجال الدراسة بتاعة الوظيفة اللي إحنا طالبينها، مستوى اللغة مش قد كده، الخبرة اللي إحنا طالبينها مش موجودة، وهكذا. فاهمني أنت أعتقد يعني الموضوع واضح. كونك بقى مدير لناس جديدة، يُحتّم ده حاجة حتمية لازم، إنك تتحلى بالصبر، لإن الأخطاء هتحصل. شيء طبيعي في الأول قبل اكتساب الخبرة إن تحصل أخطاء. الفرق هنا بقى اللي أنت يا مدير لازم تاخد بالك منه وما فيش حد غيرك. هل الخطأ ده يمكن تداركه وإصلاحه والّا خطأ غير قابل للإصلاح؟ هل هو خطأ ناتج عن الجهل أو قلة الخبرة والّا خطأ ناتج عن الإهمال؟ هي دي اللي هتفرق معانا بقى في اتخاذ القرارات اللي لازم تبقى حازم وحاسم فيها وتبلّغ بيها تيمك من أول يوم ومن أول اجتماع. نبدأ الرحلة من الأول. أول meeting بينك وبين الteam الجديد بتاعك. لازم في الأول طبعًا تبقى بشوش، خفيف كده على القلب، تهزر معاهم، ترحّب بيهم في الشركة، تعرّفهم على نَفْسك من غير ما تطوّل ومن غير مبالغات بقى ولمبة الجاز والأول على الجمهورية والحاجات الجميلة دي. قُل لهم أنت كنت فين وبقيت فين، إنّك كنت في يوم من الأيام مكانهم، وكان عندك مدير ساعدك لغاية لمّا وصلت للي أنت فيه، وإنّك هتحاول تطبّق اللي اتعلّمته منّه معاهم لحد ما يبقوا كلّهم مديرين ويترقّوا ويروحوا في أماكن أعلى. فهّمهم إن إحنا هنتعلّم سوا ونكبر سوا، وإنّك فاهم إننا محتاجين وقت عشان ناخد خبرة، بس يا جماعة ما تطوّلوش أوي عشان ما حدّش يسبقنا، محتاج منكم تركيز، محتاج منكم شغل، محتاج منكم إن أنتم تساعدوني عشان نعدّي المرحلة الأولى بنجاح. تمام؟ لازم تفهّمهم اللي إحنا كُنّا بنقول عليه من شوية بقى، إن في قرارات هتتاخد ممكن ما تعجبكمش، بس ده في مصلحة الteam وفي مصلحتكم. تمام؟ حتّة إن أنت تبيّن لهم إن الموضوع برضه إيه، مش كُلّه أول يوم، مش كُلّه سهل وبسيط وحلو كده يعني. بعد ما تخلّص الكلام ده كُلّه اللي هو اللي بيسموه الintroduction كده أو اليوم الأول يعني، افتح مجال الأسئلة وجاوب على أي حاجة تقدر عليها، بس حاول ما تفتحش أوي في إجابات تخُص الشغل نفسه بتفاصيله، عشان الناس ما تفصلش منّك ولا الmeeting يطوّل، وكده الكلام ده هيتقال تاني في مناسبات تانية جاية قدّام يعني. بعد كده لازم تراقب تطوّر الناس بتوعك، تعمل profile لكل واحد فيهم سواء في مُخّك على sheet Excel أو حتى ملف Word يعني.
مميزات كل واحد، إيه المشاكل اللي بيعاني منها، إيه الحاجات اللي محتاج يشتغل عليها، واعمل خطة كده بينك وبين نفسك أنت هتتعامل مع المشاكل دي أو المميزات دي إزاي، مع الأخذ في العلم إن مش كل الناس زي بعضها، في حاجة اسمها الlearning curve أو منحنى التعلم، ده بيختلف من شخص للتاني، يعني اللي حضرتك هتفهمه في يوم غيرك ممكن يفهمه في ساعتين، غيركم أنتم الاتنين ممكن يفهموه في أسبوع، كل ده هتعرفه من مدى استجابة الشخص اللي قدامك، الأسئلة اللي بيسألها، الناتج اللي بيحصل بعد ما تجاوبه على حاجة هو سألك عليها، هو هيتعامل إزاي ويتصرف إزاي، لو في تدريب عملي أو في حاجة practice بتتعمل، هتشوف رد فعل الشخص دوّة أو نتيجة التدريب ده عاملة إزاي، كل ده طبعًا هيطلب منك صبر، خصوصًا الناس اللي منحنى التعلم بتاعهم مرحرح حبتين، بس طالما في استجابة وأنت شايف إن ما فيش استعباط، وإن أي بطء أو أي حاجة دي نتيجة لاختلاف الشخصيات، أهو الشخص ده تصبر عليه وتعلمه. وهنا لنا وقفة، الكلام بقى بتاع ناشف من برّه وطري من جوّه اللي قُلناه من شوية، ده ميعاده دلوقتي. لازم كمدير تكون عارف إن كل اللي باقوله عن الlearning curve ده بيخُص الحاجات اللي فيها learning، يعني الحاجات اللي ممكن تعلّمها للناس، بس الكلام ده لا ينطبق إطلاقًا على الحاجات اللي ما ينفعش تعلّمها لحد أو تغيّرها فيه، ساعتها النشفان اللي بنتكلّم عليه دوّة لازم يبان. كمثال شهير جدًا، احترام المواعيد. احترام المواعيد ثم احترام المواعيد، لازم يتقال 3 مرات كده، مغلظة. طريقة الكلام معاك أو مع زمايله في الشغل أو مع أي حد في الشركة بشكل عام، الattitude السلوك بتاع الشخص، حضرتك ده مش هتعرف تغيّره، ولو الحاجة دي موجودة عند حد من الteam، أي حاجة من الحاجات دي يعني أي مشكلة من المشاكل دي، أنت المفروض تنبّه الشخص ده مرّة و2 وآخرك 3 مرات لو أنت صبور يعني أوي، بس بعد كده هتقول له مع السلامة غير مأسوف عليك. أنا ممكن أعلّمك إزاي تجيب الtarget، أعلّمك إزاي تبيع أو إزاي تشغّل المكنة الفلانية بطريقة مثالية دون أعطال بأحسن إنتاجية، ممكن أعلّمك إزاي تبقى لابق على المكالمة لو أنت في call center، إزاي تهندل العميل بتاعك، أو ممكن أعلّمك أي حاجة، بس أنا لا مؤاخذة مش مطلوب منّي أربّيك، أنت المفروض تيجي لي متربّي جاهز على احترام مواعيد الشغل، احترام زمايلك، سلوكك في وسط الناس يكون محترم، لو ده مش عندك يبقى أنت ما تلزمنيش، فهمت بقى النشفان يعني إيه؟ ده قصدي فيه. هو إحنا team جديد، لسه بيبدؤوا شغل، بس في ناس مش بتاعة شغل، دي حقيقة، يعني مش عشان أنت اكتشفتها تتصدم، لأ، هي في ناس مش بتاعة شغل، ما يعرفوش يشتغلوا، ما اتربوش على كده، مش مطلوب منك تربيهم، أنت وظيفتك في الشغل زي ما قُلنا كمدير جديد، تعلّمهم الأساسيات اللي هتخلّيهم ياخدوا الدفعة الأولى كده لغاية لمّا يبقوا زيك، ويمكن أعلى منك كمان ربنا يكرمهم يعني، فاهم الفكرة؟ طبعًا بقى مش هاقول لك إنك في الأول مستحب إنك تعمل أنشطة للteam بتاعك، تعملوا خروجة مرّة تتعرّفوا على بعض كده برّه محيط العمل يعني بحيث إن يبقى ما فيش ضغوطات الكلام ده كلّه، في الشغل إن أمكن وإذا كان في إمكانية لحاجة زي كده تعمل مسابقات، منافسات خفيفة كده عشان تنمّي فيهم روح التنافس، الرغبة في تطوّر الأداء، هو ده كان أحسن منّي ليه الأسبوع ده، طَب أنا هابقى أحسن منّه الأسبوع اللي جاي وهكذا، وتاني وتالت وعاشر خلّيك صبور معاهم. وافتكر إنك كنت في مكانهم في يوم من الأيام، لحد ما بشغلك وتعبك ومجهودك ومجهود مديرك بقيت في مكانك الجديد، أنت بقى بقيت مكان مديرك القديم وهُم بقوا مكانك، شد حيلك بقى يا مدير. حلقتنا خلصت، أتمنى إنها تكون عجبتكم، ويكونوا ال3 حلقات اللي فاتوا دول يعني غطوا ترقية المدير بشكل مناسب. الحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن شوية مشاكل بتقابل أي مدير بشكل عام، وإزاي نتغلب عليها. أشوفكم بقى في الحلقة الجاية، سلام.